بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، وقائع عربية محمد المنسي أنديل أسوأ حاكم في التاريخ. كان الإخوة من بني أيوب لا يكفون عن الصراع بعضهم البعض. الملك الصالح كان حاكم مصر، وكان بين بني أيوب دايما كان في أحقاد وأطماع. وصل للملك الصالح من خلال عيونه اللي في الشام إن أخوه الملك العظيم عيسى صاحب دمشق قد أرسل إلى الملك خوارزم يطلب منه جيش يساعده على غزو مصر وانتزاع ملكيتها من أخوه. اقترح عليه أن يقول ساعتها بقى في الوقت دوت ممكن تكون المعلومة دي صحيحة أو غير صحيحة، لكن لما وصلت له الفتنة دي اقترح عليه طبعا اللي حواليه إن هو كمان يدور له على حليف. لم يكن يستطيع الاتصال باخوه الثالث الاشرف اللي هو صاحب حران اللي كان في الشمال. وبدا يفكر بالاتصال بالفرنجه بالمعنى دوت، يعني اوروبا، يعني كانت بيطلق عليها ادبيا او اللي عرفت ما بين العامه بالحملات الصليبيه، لكنها احنا نقدر نقول جزما والحقيقه ان هي كانت حملات اوروبيه. والصليب بعيد عن الموضوع ده تماما. المهم يا سيدي، بدأت الفكرة زي ما قلت لك كده بالاتصال بالفرنجة عن طريق البحر. هي فكرة معقولة والوحيدة المقبولة للملك الصالح، لكن تاريخه مع الفرنجة كان غريب. أولا في بداية عهده كانت الحملة رقم 5 والأكبر، الحملة الصليبية رقم 5 والأكبر لفرسان الصليب. طبعا زي ما بقول لك كده هي المفروض تبقى إيه الحملات الأوروبية. حشدت فيها أوروبا حوالي 20,000 فارس، 50,000 مقاتل تحت قيادة 5 ملوك. كانت دمياط مدينة حصينة في الوقت دوت، ليها أسوار وأبراج مليئة بالجنود. لكن الأوروبيين فرضوا عليها حصار قوي ودام لمدة سنة ونص. وبعد ما سقطت في ايديهم بابا اوروبا بعت طبعا للجيش الاوروبي، بعت له امدادات واموال وطلب منهم ان هم يوصلوا للمنصوره. وفعلا لكن اللي حصل كان غير كده. حصل ان هم اختلفوا، الملوك الخمسه اللي كانوا على رؤساء الجيوش اختلفوا، والاختلاف دوت ادى ان هم يتعطلوا لمده سنه ونص تانيه. في الوقت دوت الاخوه من بني ايوب صاحب دمشق وصاحب حران جمعوا الجيوش بتاعتهم وتوجهوا لمصر لمناصره اخوهم اللي كان متمركز في طلخه. أقام الملك الجيش بتاعه في طلخة، وقرر الأوروبيين التوغل للدلتا حتى فرسكورة، لكن فيضان النيل هو اللي وقفهم، وتحولت الدلتا لفخ ليهم. بعد ما جه الفيضان عالي اتحولت لطينة، فبقت فخ للجيش مش قادر يتحرك. خرج الجيش المصري وهاجم الجوانب بتاعت الجيش الأوروبي، وخرجت السفن المصرية هاجمت السفن الأوروبية. وبعد كده وصلوا إن هم يعملوا معاهدة سلام ما بينهم. لما وافق الملك اللي هو كان حاكم مصر في الوقت دوت، اخواته الاثنين شافوا ان هو مش قد مصر، شافوا ان هو ملك جبان وان هو مش قد حكم مصر. فكانوا ماشيين وكانوا تقريبا ناقمين عليه. بعد كده تخيل انت ان الملك دوت استعان بعد كده بالاوروبيين ضد اخواته، وهو ده اللي حصل فعلا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي حكايه اسوأ حاكم في التاريخ. دمتم في امان الله، لانه استعان بالاغراب على اخواته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.